هلو، في فيديو اليوم حنوريكم طريقة لخلطة النسكافيه حتطلع معاكم تحفة جميلة زي النسكافيه اللي نحطه فيه في المقاهي ونفس القوام المطلوب وبطريقة جدا حلوة في البيت. كل اللي نحتاجوه بس مضرب نخلطه به النسكافيه، وحنوريكم الكمية اللي نديروها من السكر والنسكافيه وكيف نخلطوه يطلع معنا كريمي وقوامه تحفة. لو أول مرة تشوفوا هالفيديو ما تنسوش تديروا الاشتراك ولايك وتفعلوا الجرس باش يجيكم كل فيديو جديد. أنا رنا جمال، قناتي هذه أنا مخصصتها ليومياتي لكل شيء، من وصفات ومن فلوقات وطلعات عرفتوا كيف، يعني متنوعة مش متخصصة في شيء معين. أول حاجة باش نكونوا واضحين أنا درت نص فاز نسكافيه والكمية حسب ما تبوا. لو حطيتوا كوب نسكافيه نحطوا مقابلة 2 أكواب سكر، أوكي. لو حطينا 2 أكواب نسكافيه مقابلة 4 أكواب سكر، يعني ضعف النسكافيه هو السكر. اللي بنضيفوا عليه مية، طبعا المية تكون متبيكم مية دافية أو سخونة أو مغلية أحسن وأحسن باش تدوب السكر. لما نضربوها بالخلاط السكر يدوب، فالأفضل تكون المية مغلية والمية ما نكتروش. في حال درنا كوب نسكافيه معاها زي ما قلنا كوبين سكر نحطوا لهم ربع كوب ماء مغلي أو ماء دافي باش لما نضربوه في الخلاط السكر على طول يدوب، وسهل جدا يكون معانا قوام كريمي، وهذا المطلوب. يعني ضربتها بالخلاط الصراحة خدي معايا شوية وقت، يعني حوالي ربع ساعة وانا نضرب الخلاط لانه الكمية كانت كبيرة. عرفتوا كيف؟ انا حطيت 2 كوب نسكافيه ومعهم 4 أكواب سكر، نص كوب ماء، فاخدوه معايا حوالي ربع ساعة وانا نضرب بالمضرب الكهربائي هذا باش نوصل للنتيجة المطلوبة. أنا أهم شيء إنه يكون عندي النسكافيه الخليط متاعه اللون متاعه بيج فاتح، مش بني قهوي غامق وهيك، لا، ويكون كريمي. فالطريقة هذه سهلة وحلوة. أول ما تشتروا نسكافيه من السوبر ماركت وتجيبوه للبيت تضربوا كمية زي هذه وتقدروا تحافظوا عليه في حوافظ أو علب أو حوافظ أو شيء هيك، وتحطوه في الفريز. بالثلاجة لا، لأنه بالثلاجة حيفسد، يعني حطوه بالفريز. وكل ما تحتاجوا ديروا النسكافيه من الفريز وتحطي ملعقتين 3 في الكوب وتحطي حليب دافي ويطلع معك نسكافيه ولا ألد، وأحلى وأجمل من النسكافيه اللي نشربه فيه في المقاهي وهيك. حيكون كريمي وحلو ولذيذ جدا. فالموضوع سهل جدا والوصفة سهلة جدا، وإن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تديروا الاشتراك وتستنوني في فيديوهات جديدة.